السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وتكون المعنويات في المستوى وتكونوا حاضرين للشهر الفضيل على بركة الله. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة اقتصادية لذيذة اللي عندها مشكل مع أولادها، يعني ما ياكلوش البسباس ولا ما يحبوش البسباس. نعطيكم هذه الوصفة وهذه الطريقة، جربوها ورجعوا لي بالخبر على بركة الله. راح يقولوا يموتوا على هذه الوصفة وما يستغنوش عليها. نروح مباشرة للمقادير وكيفية تحضير وصفتنا لنهار اليوم. هي وصفة كباب بسباس. أنا مستعملش الدجاج، يعني درتها اقتصادية وكلش. كباب بسباس أو جواز بسباس أو سموه كيما حبيتوا. نروح مباشرة للمقادير كيفية التحضير. هنا حكمت الطنجرة تاعي تكون مفتوحة أو مقلة أو يعني فاش حبيتوا، لأني ماش نسحق مرقة كبيرة. جبت حبة بصل متوسطة قطعتها إلى شرائح صغيرة. جبت كذلك المعدنوس اللي كنت قطعته. بعد ما سخنت الزيت تاعي وبدأت تذبل لي ذاك البصل، جيت الآن تبلت. استعملت القليل من الملح، القليل من القرفة، والقليل من فلفل أسود، وكذلك راس الحانوت. راس الحانوت ماذا بكم دايما قلت لكم لما تستعملوا مرقة بيضة استعملوا هذاك الأصفر، وإذا استعملتوا مرقة حمراء شروا هذاك الأحمر، خاطر كاين نوعين من راس الحانوت، كاين البيض وكاين الأحمر. هنا بعد ما تقلت البصل تاعي وكانت يعني بدأت تكرمل، جبت هنا حوالي ملعقة تاع فارينة وحركتها مع البصل هذيك. علاش نستعمل فارينة في هذه المرحلة وعلاش أصلا نستعمل فارينة؟ باش تجيني المرقة هذيك كما يقولوا شوية عاقدة وما تجينيش مايها. وأيضا لما تقليها انت هذيك الفارينة في الأول أو تسانجيها كما يقولوا، ما راحش يبقى لا رائحة تاعها لا الذوق تاعها، يعني ما راحش تفيقوا أصلا باللي كي درتيش القليل من الفارينة. هذه طريقة مضمونة. الآن جيت يعني بعد ما ضفت هذيك الفارينة وقليتها جيدا، كنت ضفت كذلك القليل من الحمص. أنا الحمص دايما كما قلت لكم نطيبها ونوضعها في المجمد، يعني حتى إذا زعما طيبت ونسيتها نجبد شوية ونحطها فطيبة ما يهمنيش. وننصحكم أنكم تستعملوا هذه الطريقة خاصة لو جاي رمضان، الإنسان ينسى وتسهل عليكم المهمة. مرقته بالقليل من الماء كما شفتوا، لاني مستعملش الدجاج ومستعملتها يعني لا لحوم لا دجاج. وصفه اقتصاديه لذيذه ما شاء الله. جيت الان للخليط اللي راح نرمد فيه البسباس تاعي. معذره بالنسبه للبسباس انا مستعملش بزاف، استعمل 2 حبات كبار. استعمل 2 حبات كبار قطعتهم يعني كل حبة على نصف وقطعتها على ربع إلى شرائح وفورته في الكسكاس، يعني ما تغليه ما والو، ديريه يفور في الكسكاس. درت له قليل من الملح لما كان يفور، كي يطيب طفي عليه. هنا الخليط اللي راح نرمد فيه هذاك البسباس واش استعملت 3 حبات بيض، لانه البسباس قلت لكم ما استعملتش بزاف. استعملت القليل من الحليب، استعملت التوابل اللي هي فلفل اسود وراس الحانوت، ما استعملتش قرفه، وقليل من الملح والمعدنوس والفارينة. نبقى نضيف فيها تدريجيا حتى نحصل على واحد العجينة ما تكون جارية، ما تكون يعني كما يقولوا شادة روحها بزاف. هذا هو القوام المطلوب، يعني تجي تقريبا عجينة تاع الكخاب كما تاع الكخاب. الان بعد ما حضرت الخليط تاعي هذاك، جبت البسباس تاعي كيما راكم تشوفوا فيه، دخلته لداخل غطسته. بعد ما كنت حطيت الزيت سخون على النار ونجي نحطه مباشره باش ينقلى. هذه الطريقه صدقوني والله العظيم غير ما راح يعرفوا واش راهم ياكلوا، ما يعرفوش اصلا باللي بسباس. هذه يعني احنا الحقيقه نديروه من بكري، نديروه بالدجاج وكلش، ولكن اذا ما كانش الدجاج يعني ماشي لازم كلش نطيبوه بالدجاج، حتى اذا ما كانش دجاج نطيبه وتجي الماكله بنينه وتجي يعني ما شاء الله. البسباس تاعي يعني ما تبقاوش كل دقيقه تقلبوه فيه حتى تشوفوه باللي حمار باش تقلبوه. هنا بعد ما كان طاب ونحيته في الصحن يعني خليته بجيه. تحبوا تاكلوا هكا كما يقولوا، خاطش والله غير بنا واحد الرائحه ما نقدرش، يعني كان جات تقدر تخرج من الهاتف نخرجها لكم. تحبوا تخلوه هكاك ناشف وترفقوه بصلصه، مثلا صلصه ثوميه ولا صلصه الجيريان ولا اي صلصه حبيتوها تكون حاره ولا اللي يحب ياكل ناشف. او هنا انا هذيك لاصوص اللي كنت درتها اللي هي نفس لاصوص تاع الكباب، برك كما يقولوا انا ما نديرش الماء بزاف، ندير الماء قيس قيس. نرجع نستف هذاك البسباس تاعي وكنت كسر 2 حبيبات بيضة هنايا وكنت درت فيهم المعدنوس. عاودت زربعت هذاك البيض كامل سيحته على الوجه تاع البسباس ديالي. هنا بعد ما طاب كان طاب لي هذاك البيض، طفيت عليه زدت له رشه تاع معدنوس ونقدموه في صحن التقديم. التقديم كيما قلت لكم اللي يحب ياكلو هكاك ناشف كيما راهو انا مبين لكم في الصور، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رائحه بنينه. انا متاكده لو كانت تجربوه ما راحش تستغناو على هذه الطريقه.
حبوا تقدموه كباب كما دوكا في رمضان، يعني راح يصلح رمضان، ديروه في الدجاج، صدر الدجاج ولا الفخذ ولا واش حبيتو، راح يكون طبق بريستيج مازال ما دارش وما تلقاوش بزاف يعني اللي يعرف هذا الطبق، فننصحكم به وننصحكم تجربوه. ما تنساوش متابعة وتفعيل زر الاشتراك.